معركة المزرعة الصينية، ملحمة البطولة والصمود. تعد معركة المزرعة الصينية واحدة من أهم معارك حرب أكتوبر 1973، وقد وقعت في يوم 15 من أكتوبر في الضفة الشرقية لقناة السويس بين القوات المصرية والإسرائيلية. كانت المعركة تهدف إلى منع القوات الإسرائيلية من اختراق دفاعات الجيش المصري وقطع طريقها إلى قناة السويس. الاستعدادات للمعركة. كانت القوات المصرية قد نجحت في تحقيق اختراق كبير في خط بارليف الإسرائيلي في يوم 6 من أكتوبر، مما أدى إلى ارتباك الجيش الإسرائيلي. قررت القيادة الإسرائيلية بقيادة الجنرال أريل شارون شن هجوم مضاد كبير من أجل استعادة السيطرة على المنطقة التي تم اختراقها. بدأ الجيش الإسرائيلي استعداداته للهجوم في يوم 14 من أكتوبر. حشدت القوات الإسرائيلية 3 كتائب مدرعة بقيادة الجنرال أبراهام أدان لمهاجمة مواقع الجيش المصري في منطقة المزرعة الصينية. كانت القوات الإسرائيلية تتمتع بميزة كبيرة في العدد والعتاد، حيث كانت تمتلك الدبابات الأمريكية الحديثة مثل M60T باتون، بينما كان لدى القوات المصرية دبابات سوفيتية قديمة مثل T-55